السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. الأسبوع ده إن شاء الله عندنا مناسبتين، مناسبة عيد الأم، كل سنة وكل الأمهات طيبين يوم 21 مارس. كمان عندنا رمضان بدايته يوم الخميس إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. حبيت أتشارك معاكم في إن احنا نعمل هدية بسيطة، سواء هنقدمها في عيد الأم أو نقدمها في رمضان. الهدية دي عبارة عن فاصل الكتاب أو فاصل المصحف، هتعملوه بأي شكل بتحبوه بطريقة بسيطة جدا. هبتدي معاكم من بداية ما هنقص القماش وهقول لكم المقاسات بتاعته لحد زي ما انتوا شايفين كده ببتدي أغلفه. القماش اللي انا استعملته هنا هو قماش 14 مربع في البوصة ماركة DMC، كان اللون ابيض، لكن طبعا ممكن تستعملوا اي نوع تاني من القماش، لكن تراعوا ان لو يفضل يكون نفس يكون مقاس 14، لان ده المقاس اللي في الغالب بتبقى الباترونات اللي موجودة على البنترست نفس المقاس. الطول هنا انا عملته 25 سنتي والعرض 9 سنتي. لو مش متوفر عندكم مقاس 14 وهتشتغلوا على مقاس 11 مثلا، يبقى اراعي ان ده المقاس ده مش هيبقى مناسب معاكم، لازم اكبر المساحة علشان الباترون بتاعي. او هتقصوا القماش بتاعكم تاخدوا بالكم من الباترون، تجهزوه الاول وتشوفوا هياخد قد ايه في القماش. بقص من القماش قطعتين، واحدة دي اللي انا هطرز عليها ودي اللي هتبقى الوش، والقطعة التانية دي اللي هنقفل بيها وهتبقى الظهر. بعد ما بخلص قص القماش هقسم البوك مارك بتاعي لنصين كده عشان اعلم نقطة المنتصف بتاعة القماش اللي هقدر اطرز عليها. وبعد كده هبتدي اخطط القماش بتاعي لمربعات كبيرة، كل مربع كبير بيساوي 10 مربعات صغيرة، وهسيب لكم الفيديو بتاع تخطيط القماش على علامة الاي. ملحوظة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها، تشوفوا الباترون بتاعكم نقطة المنتصف بتاعتكم بادئة منين، وبعد كده هبتدي اخطط على اساسها. خلصت هنا تخطيط البوك مارك بتاعي، وصدقوني الموضوع ده بيسهل جدا جدا مهما كانت التفاصيل اللي موجودة عندك او عدد درجات الخيوط بتسهل عليكي، ما تكسليش. اخر خطوة في التحضيرات ان احنا بنجهز الخيوط اللي هنبتدي نشتغل بيها على حسب الالوان اللي موجودة في الباترون، او على حسب اختيارك انت وذوقك للالوان اللي انت عاوزاها. اخترت هنا خيوط برايت، والدرجات اللي كانت موجودة الحقيقة ساعدتني في ان انا انفذ الباترون بتاعي. طبعا بسرع الفيديو علشان خاطر الوقت. بحدد الفراشة هنا عندي بغرزة الباك ستيتش، والطريقة بتاعتها هتلاقوها موجودة في فيديو على القناة، وان شاء الله هحطه لكم على علامات الاي. بعد كده كنت مجهزة باترونات خاصة بالاسماء اللي انا عاوزة اعملها، ودي انا جهزتها على برنامج مخصوص لعمل الباترونات، وجهزت الاسماء، والافضل ان انتي تعمليها قبل ما تعملي البرواز. كده احنا خلصنا التطريز وهنبتدي نقفل الفاصل بتاعنا. للاسف الخطوه دي ما اتسجلتش، لكن تقدروا ترجعوا لها في الفيديو الخاص بفاصل المصحف، وهسيب لكم اللينك بتاعه. ده كان الشكل النهائي بعد ما ركبنا شريط الستان وقفلنا البوك مارك. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، تقدروا تنفذوها وتقدموها هدايا للناس اللي بتحبوهم بالأسماء بتاعتهم، هدية سواء لعيد الأم أو بمناسبة رمضان. وبمناسبة رمضان ده كان فاصل مناسب جدا جدا ان انتوا تقدروا تهادوا بيه أصحابكم. كل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. سلام عليكم.